الاسبوع ده كان معانا 2 ديربي، مش ديربي واحد بس، كان معانا ديربي في ايطاليا، ديربي ما بين يوفنتوس وبين انتر ميلان. من الناحيه التانيه في انجلترا برضو ما سابتناش، وكان في ديربي مانشستر سيتي ضد اليونايتد. برشلونه كسب 6-0، وريال مدريد كالعاده كمل التألق بتاعه رغم ظروف الماتش كانت صعبه. حاجات كتيره كانت موجوده في الاسبوع اللي فات، وكمان الاسبوع لسه ما خلصش، لسه دوري ابطال اوروبا هيرجع من جديد. خلينا نتكلم في حاجات كتير، بس اهم حاجه ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا. خلينا بقى كده نبدا بديربي ايطاليا. خلينا بقى كده نبدا ما بين الديربي كان موجود ما بين اقوى الفرق في المواسم الاخيره. يوفنتوس كان مهيمن على الدوري الايطالي سنين كتيره، انتر ميلان اللي في اخر كام سنه واخد 2 دوري ايطالي وكل سنه بينافس، وكمان كان بيوصل لنهائي تشامبيونز ليج. يوفنتوس قدر يكسب 4-3 بعد مباراه ملحميه، وكمان شفنا فيها اخوان الاخوه تورم بتاع انتر ميلان جاب جون في الدقيقه 76، وكان خلاص كانوا عايزين يفنشوا الماتش على كده، بس اكو ما سكتش. هو على طول بعدها ب6 دقايق جاب جون الثالث، وبقى الماتش 3-3 قبل الجون بتاع ادزيتش في الدقيقه 91، وينهي الماتش بفوز يوفنتوس على انتر ميلان. للاسف الماتش ده كان ليله امتحاني فما عرفتش اتفرج عليه، بس كان من امتع الماتشات. وخلينا كده نبص على جدول الترتيب، نلاقي ان اليوفنتوس هو الفرقه الوحيده مع نابولي اللي معاه 9 نقط، ونشوف ان انتر ميلان معاه 3 نقط بس من 3 ماتشات. نابولي كسب برضه، ايفن دي بروين كمل تألقه وجيب ضربة جزاء الماتش ده كمان. ومش بس ده المستنيينه بجد، يوم الخميس ماتش مانشستر سيتي ضد نابولي. ملعب السيتي هنشوف هيعمل ايه دي بروين ضد فريقه السابق. ونيجي بقى على الديربي التاني، وهو ديربي مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي. الماتش اللي كان في استاد الاتحاد، والماتش اللي السيتي فاز فيه 3-0. هالاند تألق الماتش ده، جاب جونين. مين فيكو زي كان مستني هالاند يجيب هاتريك عشان الفانتازي؟ بس الحمد لله جونين مش وحشين. بس اللي حرق دمنا اكتر الفرصه اللي هالاند ضيعها بعد ما عدى الحارس، جرى ورقص الحارس وعدى اخر كانه بيعمل تاكل، شتت الكوره بطريقه ولا احسن مدافع. الكوره دي الصراحه جننتني، كان نفسي هالاند يجيب هاتريك. بس هالاند حرفيا في فورمه رهيبه. شوف هالاند عمل ايه الموسم ده لحد دلوقتي، شوف مع المنتخب بيعمل ايه. هالاند يا جماعه مكنه هتاكل اللي جاي كله، فانه معهوش هالاند لازم يجيب هالاند. الماتش ده بقى لو هنتكلم شويه تكتيكيا، انا شايف ان هو السيتي كسب الماتش ده باقل اقل المجهود. في ناس هتقول لك بعد الماتش ده من جماهير مانشستر يونايتد بيحاولوا يصبروا نفسهم، احنا كنا ماسكين كوره، شوف الاحصائيات استحوذنا، شوف فرصنا، شوف شوطاتنا، شوف دوناروما شوفناه تألق، بس الاندير ولا فالندير مش عارف اسمه ايه بالظبط، ظهر بس وقت الاجوان، ما ظهرش فرص تانية. بس بذمتك انت دوناروما شفته؟ يعني هي الكوره الوحيده بتاعت موبومو اللي شاطها فيرست تايم دي. هل في كور تانية كانت خطيرة؟ تقريبا ما كانش في اي كور تانية، او في مثلا حاجات بسيطة، بس هي دي الكوره تقدر تقول عليها فرصه محققه. غير كده يونايتد مفيش. حاسس جوارديولا قاصد، حرفيا قاصد ان هو يسيب الكوره ليونايتد. عارف يونايتد مش هيعمل حاجه. شايف اموريم اول ماتش خسر ضد ارسنال 1-0، وقلنا يونايتد يعني جاي وشكله كويس ومعرفش ايه، بس بقيه الماتشات حاسه زي ايه، ايريك تنهاج نفس الموضوع، نفس العشوائيه، نفس اللخبطه، نتائج. انما في الملعب هتقول ان هو منظم. انا شايف ان هو بيلعب بطريقه 3-5-2، شايفها انها طريقه هو انت ماشي تحترم امورهم، عندك رؤيه، عندك خطه، عندك تشكيله وحاجه معينه في ارض الملعب عايز تحققها. بس هل لعيبه مانشستر يونايتد مجهزه الموضوع ده؟ شوف على ارض الملعب، انا شايف الخطه اللي هو بيلعب بيها دي المفروض هم الباكين يبقوا هجوميا افظع حاجه، خصوصا انت ما عندكش اجنحه. يا راجل انت مشيت اجنحه، مشيت راشفورد ومشيت جارناتشو، مشى كل الاجنحه حرفيا، جايب ديسكو وجايب موبومو كونيا، كل دول يعتبر روس حربه حريفه شويه، او موبومو ممكن يلعب كجناح شويه، بس معظم الوقت لا بيحطوا اللي هو في الهاف سبيس عشان هو يفتح للجناح. انا شايف ان هو امورهم يعني بيستخدم عنده فكر، ماشي نحترمه فوق راسنا، بس مش مع مانشستر يونايتد خالص، مش مع لعيبه مانشستر يونايتد. يعني شايف ان هو كان ممكن يلعب باي تشكيله غير كده. عموما مش الماتش ده بتكلم، يعني سياسته عموما. فانا شايف ان الصراحه ان اموريم ان هو لحد دلوقتي مش ناجح، لو فضل بنفس الطريقه مش هينجح. ممكن هو مدرب اصلا مش لايق مع يونايتد. انا مش عارف الصراحه مانشستر يونايتد رايح على فين. الحاجه التانيه جوارديولا العكس بقى يعني جوارديولا اللي هو بقاله ماتشات كتيره دماغه هرب منه وبيفتكس في الماتشات الكبيره وكده. جوارديولا لا، الماتش ده لعب ب4-5-1 عاديه جدا، وبدوكو وفودن وهالاند والاربعه مدافعين، لا 4 مدافعين فعلا، يعني ما افتكست في اي حاجه.
فشايف ان هو لعب ماتش كويس جدا جوارديولا. ساعتها كان سايب لهم الكوره، حاسس ان هو كان قصده ان هو يسيب لهم الكوره، ومع كده قدر يكسب ويضيع فرص كتيره، كان ممكن يكسب اكتر من كده بكتير. نخش بقى على الدوري الاسباني. الدوري الاسباني برشلونه يكسب 6-0، بس انا بالنسبه لي ما كنتش متفاجئ. يعني لو انت شفت اخر 3 ماتشات لبرشلونه ضد فالنسيا، يعني دي حاجه مش جديده بيقدمها لنا السير الكابتن الفظيع دون هانز فليك. شوف هانز فليك عمل ايه. هانز فليك كسبان ماتش 7-1 وماتش 5-0 وماتش ده 6-0. يعني ايه الارقام دي؟ مره بالسبعه ومره بالسته ومره بالخمسه ومره بالاربعه. ايه يا عم، ايه؟ صلي على النبي. برشلونه كسب 6-0، لامين يامال مش موجود. خلاص هنعتمد على مين؟ هنعتمد على رافينيا. لا، رافينيا جه بقى التدريب متاخر. هل خلاص احنا يعني محتاجين ان رافينيا يلعبوا؟ لا. القرارات الالتزاميه اهم حاجه عند فليك. قرر يقعد رافينيا احتياطي ونزله مع بدايه الشوط الثاني. روني لحد دلوقتي لسه شايف ان هو لعيب متوسط، بس قرر ان هو يطلعه بين الشوطين، ينزل رافينيا. غير كده فيرمين لوبيز اصلا كان شايل الدنيا. مع كده رافينيا جاب تاني اعلى تقييم في الماتش. فرافينيا يا جماعه الماتشات اللي لامين يامال مش موجود فيها وهو يحس ان هو كده شايل المسؤوليه كلها على كتفه، لا، رافينيا بيقدم اداء خرافي. فيرمين لوبيز طبعا كان اسطوري، يعني جونين ورافينيا جونين، وليفاندوسكي كمان نزل جاب جونين، يعني فكان ماتش جميل. ناحيه تانية ريال مدريد ضد سوسيداد في طرد، يعني مش باين قوي صحه القرار. ممكن مش عايز ابان ان انا عشان برشلونه فبتكلم ان هو جاي على ريال مدريد، بس هو هويسن يعني كانت اللعيب كان ممكن يروح على الجون، بس برضه الكوره كانت متطرفه. فهل هي كانت تستحق طرد ولا لا؟ يعني في خلاف عليها كتير. بس مع كده رغم ان كمان اويرزبال بعد كده جاب ضربه جزاء، ريال مدريد قدر يصمد وقدر يحافظ على نتيجه الماتش وقدر يكسب 2-1. حاجه كويسه لحد دلوقتي، ريال مدريد ماشي 100 100. بالذكر بقى ريال مدريد، فالتشامبيونز ليج هيبدا الاسبوع ده من اول يوم الثلاث والاربع وكمان الخميس معانا بالنظام الجديد. في ليالي التشامبيونز ليج لا يوجد مثيل لريال مدريد. مدريد هيبتدي مشواره ماتش ضد مارسيليا. مارسيليا دلوقتي عندها اوباميانج وعندها جرينوود ولعيبه ايه، يعني تحس ان هم بيحاولوا يثبتوا نفسهم تاني او يكملوا ما يتبقى من مسيرتهم. بالنسبه لاوباميانج هنشوف ان هم هيعملوا ايه. الماتش هيكون في برنابيو. ريال مدريد هيعمل ايه؟ حاسس الماتش هيكون من ناحيتين، مش هيبقى ضرب من ناحيه ريال مدريد بس. حاسس مارسيليا ممكن هتلعب كوره حلوه، بس ريال مدريد هيكسب كده كده. بس مارسيليا حاسس ان هي ممكن بعض الاوقات هتكون الند بالند. مش بس هي دي القمه، في قمه تانية، قمه ليفربول ضد اتلتيكو مدريد، بيكون ماتش جامد جدا جدا. وفي كمان بايرن ميونخ ضد تشيلسي، هنشوف هيحصل ايه. تشيلسي تعادل الجوله اللي فاتت ضد برينفورد 2-2. بايرن ميونخ في ملعبه، حاسس ان هو ممكن الماتش ده من الماتشات اللي هتفتح. لازم تشيلسي يركز قوي عشان يتجنب اي فضيحه ممكن تحصل. ممكن البايرن ياكل تشيلسي. يوم الخميس بقى في ماتش العاطفي اللي انا لسه قايل لكم عليه، ماتش نابولي ضد سيتي. هنشوف نابولي هيعمل ايه، دي بروين هيعمل ايه ضد فريقه السابق. وكمان برشلونه هيلاعب نيوكاسل فرقه بدنيه، الفرقه كانت خلاص عامله ماتش جامد جدا مع ليفربول وكانت ممكن هتتعادل معاه. فهنشوف بقى ماتش القوه البدنيه بتاعه الشامبيونز ليج هتكسب ولا الفن والمتعه بتاع برشلونه هي اللي هتنتصر. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اهم حاجه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وجديد شديد ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.